أهلين بنات. فيديو اليوم مختلف عن باقي فيديوهاتي. تقريبا أول مرة أسوي معاكم فيديو مشتريات، برويكم مشترياتي للعناية بالبشرة. في أشياء كانت مخلصة عندي وأشياء كانت مش متوفرة عندي، حبيت أشتريها عشان نبدأ العناية في رمضان، ورمضان كريم مقدما، وكل عام وانتم بخير يا رب. إن شاء الله بحاول أذكر لكم سعر كل منتج اشتريته. أول شي اشتريته هي الليفة الإيطالية، هي بنت عم الليفة المغربية يعني كذا. يا بنات رحت والله عشان اشتري الليفة المغربية، كان صاحب المحل يمدح لي بالليفة دي وانها جديدة وحلوة والكل يعني ماشي عليها. قلت بجربها، سعرها رخيص، سعرها حلو صراحة، سعرها 500 ريال. ثاني شي اشتريته اللي هو سودو كريم. سودو كريم يا بنات رهيب رهيب للمنطقة الحساسة، يعطي تفتيح ونعومة وكمان آمن، وتقدروا تستخدموه كمان لليدات. يفتحها من حروق الشمس، واستخدمها كمان بعد إزالة الشعر، يخفف الإحمرار والحبوب. سعرها 4000. وكمان اشتريت مرطب البابايا لأنه كمل عندي تقريبا، والآن جاي رمضان والبشرة برمضان تكون محتاجة للترطيب على طول لأنها تكون جافة، ما نشربش ماء كتير. سعره 3500 تقريبا، أيوة. واشتريت كمان صبغة شعر من موضة، حابة أغير لون شعري إن شاء الله بالعيد، بس باق بإذن الله نهاية رمضان. اشتريت لون أشقر بلاتيني، صراحة أول مرة أستخدمها، يعني ما أقدرش أقول لكم حلوة ولا لا. وسعرها يا بنات 2000 ريال. اشتريت كمان جلوسيليت والشربات، استخدمها ترطيب للرجول قبل النوم استخدمها. اشتريت كمان مرطب للوجه، ده المرطب يا بنات الأحب إلى قلبي بصراحة بالفترة دي. مرطب اسمه سانت إيفر، سانت إيفر، ترطيبه رهيب وسعره كمان حلو، 6500. الكمية كبيرة، ممكن تجلس معك سنة تقريبا، أيوة سنة تقريبا. اشتريت كمان سيروم فيتامين سي، صراحة أول مرة أشتريه، ما أقدرش أقول لكم كيف وكيف تجربتي معه. هو مش أنا بجربه، بتجرب أختي، لأن أنا حاليا أنا أستخدم سيرام ألفا أربوتين، سويت لكم عنه فيديو، مناسبني الحمد لله وحل لجميع المشاكل بالبشرة، ومش حلو أصلا أستخدمه الآن، أستخدم اثنين مع بعض لأنه ممكن يضر بالبشرة. سعر السيروم ده 3000 ريال. اشتريت كمان قناع الطين البحري، القناع هذا حلو يفتح البشرة، تستخدمه مرتين بالأسبوع فقط، يزيل الجلد الميت ويجدد خلايا البشرة. سعر العلبة 2000 ريال. اشتريت كده عطر خفيف، عطر الأطفال، أحب ريحته كده، أحسها مريحة، سعره 1200. وده ماسك للهالات السوداء، عطاني إياه صراحة هدية، مشتريتوش. وكمان اشتريت قناع الفحم، ده عندي يا بنات ضروري لما أسوي تنظيف عميق للبشرة، أستخدمه للرؤوس السوداء والبيضاء، أكتر شيء على الأنف والذقن. سعره 3500 اشتريته. وبالكيس الثاني الآن بنفتح الكيس الثاني، اشتريت أداة تنظيف البشرة، حلوة دي الأداة وناعمة على البشرة بعكس الأجهزة الثانية والأدوات الثانية، سعرها غالي وبنفس الوقت يعني بقي بعضها خشنة وبعضها تتراكم عليها البكتيريا لأنها تكون سفنج، لكن هذه سيليكون، الرؤوس حقها يعني خفيفة وناعمة وصغيرة. بعض الأجهزة دي خشنة تجرح البشرة مع الاستمرار وتوسع المسام كمان، يعني تحصل لي نتائج عكسية مع الاستمرار. أما هذه الحمد لله ناعمة مستمرة عليها لفترة. سعرها 1500 ريال. واشتريت ده كمان، لكن اشتريته مش من عدن، اشتريته من شين، سعره تقريبا 10 أو 12 ريال سعودي. ده عبارة عن أدوات العناية بالأرجل، لها تكنيك كده معين بالاستخدام، إن شاء الله بسوي لكم عنها فيديو مخصص وطريقة استخدامها الصحيحة عشان ما نجرحش الجلد. وكمان اشتريت المرطب هذا من جونسون، اشتريته لأختي، هي تحب المرطب ده للوجه، يناسبها الحمد لله وما يطلعش لها حبوب. أما أنا عن نفسي جربته ما ناسبنيش، طلع لي حبوب لأن بشرتي تقريبا كده حساسة. اشتريت كمان سنفرة بالفراولة والتوت، حبيباتها دي ناعمة وما تجرحش البشرة، وغير ريحتها الحلوة ما شاء الله، ريحتها حلوة.
وتنظف البشرة. سعرها حلو، سعرها 1800 أو 1500 تقريبا. وكمان اشتريت اسفنجة تنظيف البشرة، دي استخدمها لما اسوي تنظيف عميق للبشرة، حلوة وعملية، سعرها 1000 ريال. كمان اشتريت إبرة الرؤوس السوداء، ضروري دي عندي يا بنات، لأني من النوع اللي بشرتي مختلطة أو مايل للدهنية، ويطلع لي رؤوس كثيرة بالأنف وعند الدقن. أسوي بخار الوجه وبعدين استخدمها، رهيبة صراحة وتنظف وما استغنيش عنها خالص. سعرها 1500، دي سنتين مع بعض. اشتريت كمان زيت النمل اللي الآن يعني له شهرة كبيرة، ولي استخدمه تقريبا شهر، بكمل 3 شهور بإذن الله من استخدامه، وبقول لكم عن نتائجه وهل يستاهل أو لا. وهو المفروض طبعا إنه يوقف نمو الشعر، يعني بديل للليزر. سعره كلفني 7000 ريال مع الشحن إلى عدن، لأن اشتريته من صنع هذا. اشتريت كمان الحجر البارد أو جادرول. كمان في الطقم يعني معاه فرشة للماسكات. من فوائده للبشرة إنه يخفف الانتفاخ حول العين، ويخفف التجاعيد، وكمان يشد البشرة، ويحفز الكولاجين بالبشرة، ويعطي نضارة واضحة يعني من الاستمرار. زي مساج للوجه لمدة 3 دقائق. تحط المرطب أول شي أو الزيت أو السيروم اللي يناسب بشرتكم، وتسوي المساج لمدة 3 دقائق. سعرها 3500. وكمان ما نسيتش العناية بالشعر، اشتريت أكليل الجبل الأشوى دي، طبعا البنات مستغنيش عنها خالص، خلاص ناسبتني وطولت شعري، كثفته وكمان أكون معه. وأهم شيء إنها عالجت لي التساقط في الشعر. تقريبا الآن وقف تساقط الشعر الحمد لله. أضيف لكم طريقة استخدامها، بحط لكم رابط الطريقة بإذن الله أول تعليق مثبت. الكيس ده طبعا شليته ب 500 ريال. وآخر شي اشتريته اللي هو شفرات فلامينجو، اللي مستغنيش عنها أبدا، رهيبة جدا لإزالة شعر الوجه والجلد الميت. أنا استخدمها بصراحة أكتر شي عشان إزالة شعر الوجه، لأن الوكس ما يناسبنيش، والخيط كمان اللي هو الفتلة ما يناسبني، طلع حبوب. إن شاء الله بسوي لكم فيديو خاص عن هذه الشفرات وطريقة استخدامها معي وكيف استخدمها يعني. وهنا نكون بإذن الله وصلنا لنهاية الفيديو. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، ولا تنسوا تشجعوني بلايك للفيديو.